بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيك أحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخواتي المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي لبعض الاول ونقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اكيد انتوا شايفين ايه الموجود يعني. مواعين مغسولة، مواعين هتتغسل، أكل هيتطبخ، حياة ومستمرين فيها حياة، والحمد لله راضيين بيها. حياة وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. اللهم امين يا رب العالمين. ساعات بنتضايق، بس صدقوني اول ما بتبصي لحاجه وتحمدي ربنا بتكوني مبسوطه بحاجتك قوي وراضيه قوي بالحمد لله، فضل ونعم. والله العظيم اهم حاجه الصحه، اهم حاجه الرضا. اقفي بقى كده استغفري، صلي على النبي، اعملي اللي انت عايزه تعمليه، قولي الحمد لله، ربنا يدينا خير الدنيا كله. اللهم امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين انا شلت المواعين الاول وصفت خلصت الصفايه يعني، وبعدين جهزت الغسيل المواعين التانية، حطيت صابون نظيف، ليفه جديده لان الليفه اللي عندي كانت باظت بصراحه، بس هي اللي لونها كده، لونها غريب كده. وطلعت سلك برضك مواعين عشان اغسل حله الالمونيا. وسنه الحياه، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. اخباركم ايه؟ وحشتوني كل حبايبي اللي دايما معايا ومنوريني ومشرفيني. بجد يا جماعه والله العظيم بفتقدكم كتير قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا بحب القناه دي جدا جدا جدا، مع ان المفروض ان انا اقفل القناه وابيعها. بس مش عارفه، والله ما عارفه. يعني انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اقفل القناه، اعمل ايه؟ مش عارفه والله العظيم، محتاره الله المستعان، الله المستعان، ربنا يعيننا يا رب. هنا زي ما انتم شايفين غسلت المواعين ونضفت الدنيا وغسلت الرخامات، والدنيا زي الفل يعني. على قد ما بتتكركب على قد ما الحمد لله ربنا بيعيننا وبنعمل اعلى شغل. الزر بتاعي اللي انتوا عارفينه، عندي الزر ده عندي بقاله 3 سنين، ما شاء الله 3 سنين. فطلعته بقى وقلت عايزه اغسله بقى عشان الشتاء وكده، وميته بتبقى حلوه قوي في الشتاء، كنت راكناه على الحوض كده. فوالله بقى له كام يوم محطوط على الحوض، قلت بقى لا اغسله كده وانضفه واسيبه اركن في الميه يوم ولا 2، وبعدين افضيها وبعدين املي نشرب منه بقى. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا جماعه. انا بعشق اي حاجه قديمه والله العظيم. الناس هتقولي مثلا نورا الناس بتجدد الشقق بتاعتها وبتجيب احدث حاجه، ما انا عندي الشقه بتاعتي فيها احدث حاجه والحمد لله، اللهم لك الحمد. بس انا بميل للحاجات دي قوي قوي، بحب كل ما هو قديم. بحب اللمبه الجاز لما بشوف شكلها، والله العظيم. والله زي ما بقولوا كده، بحب اي حاجه قديمه، بحب اي حاجه تفكرني بايام زمان والبيوت البسيطه الجميله الراقيه الهاديه. الناس كتير بتقولك يا بلا قرف ده احنا شقين، والله العظيم كانت احلى ايام والله. احنا دلوقتي الناس كلها في الشقق دلوقتي مسبوغه 24 ساعه. الناس الاول كانت بتكنس دارهم الصبح او بيتهم الصبح يعني، وفضلوا طول النهار نضاف. احنا طول النهار عمالين نجري ورا العيال ونحارب في نفسنا ونحارب في البيوت ونحارب في الشيل وفي الحط، وفلان عنده وفلان ما عندوش. ودي اكيد انتوا عارفين انا بعمل ايه. انا هعمل شويه رز بلبن لان النهارده عندنا عزومه على اكله شعبيه كده، على كشري مصري. فانا قلت ايه اللي هيرطب بعد الكشري المصري؟ اكيد هو رز بلبن ساقع يعني. فعملت كيلو ونص لبن، وعليهم بالمج اللي انتوا شايفينه ده مج ونص رز. وهنا بقى جهزت الطماطم والمكرونه والعدس، قلت بقى عمال اللبن يفك والرز كمان تليفون هيفصل شحن. والرز كمان يستوي. الرز بحطه ضعف مرتين 3 ميه، وبحطه على النار يستوي، بمعنى اصح يعجن كده، وبعدين لما اللبن يغلي نحطه فيه. هنا زي ما انتم شايفين كمان كنت جايبه نص كيلو عدس، وقلت بقى انا بحب العدس كتير على الرز بصراحه، بيديله طعم جميل. هنا زي ما انتم شايفين قعدت انقي العدس يعني على خفيف كده، وكنت زي ما انتم شفتوا مليت الزير وحطيته على حتى الزير اتطور دلوقتي، عاد كولمان بقى وحنفيه. فاكرين كان الاول؟ عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم شاريه كوبايه المونيا كبيره كده. ما اعرفش، انا بحب الحاجات دي، بحب اشوفها، بحبها، بعشق الحاجات دي موت. فالله المستعان. انا الدور الارض اللي عندي دي انا عاملاه كده للحاجات يعني. عارفين انت لما يكون عندك عيله، انا عاملاه كدور عيله يعني، بيت عيله كده لمه وقاعده وصفا. وربنا يجعل ايامنا كلها حلوه يا رب كده، وصفي قلوبنا من اي حاجه وحشه، وما يجيب لناش الا الناس الحلوه اللي شبهنا، اللي نحبها وتحبنا
ونتعرف على احلى ناس بتحبنا وبنحبها بس، وبعد عننا اي حد وحش يا رب العالمين، واي حد مؤذي بيأذي الناس، وبص للناس على حاجات هو ما يعرفش هي جايه ازاي، وما يعرفش الناس ده عايشه ازاي، وما يعرفش عندهم ايه، وما يعرفش بيتوجعوا من ايه. فاللهم لك الحمد. ما تغركوش المظاهر وما تغركوش الدنيا، لان الدنيا دي كذابه قوي 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 قوي. عارفين اكتر حاجه بتستفادوها لما بتكبروا سنا ايه؟ ان انتوا بنبقى عندكم يعني خبره في الحياه، ان كل حاجه فانيه، ان كل حاجه في الدنيا فانيه. والله العظيم مش معنى ان احنا عندنا 100 سنه ولا 60 سنه ولا 70 سنه، لا، بس لو انت ما استفدتش من العمر اللي بعد منك بحاجه فملوش لازمه العيشه. والله العظيم فهي ملهاش ريحه اللازمه. فزي ما بقول لكم ان الحلم دايما لازم يكون موجود في حياتنا، حتى لو ما تحققش منه حاجه، بس انا بعافر ان انا بالحلم بتاعي، ان انا حلمت وبعافر به. يعني انا مثلا نفسي قناتي في يوم من الايام تكبر ايا كان، انا بعافر ان هي تكبر ايا كان، عارفه ان انا مخطئه وان انا ما بشغلهاش كتير، بس بيجي عليا ظروف ما اعرفش والله العظيم غصب عني ايه بيحصل، حاجات غريبه وعجيبه. والحمد لله، اللهم لك الحمد دائما وابدا. في ناس مش عايزاك تكملي، في ناس مش عايزاك تكبري، في ناس مش عايزاك تنجحي، بس انا ثقتي بربنا كبيره قوي، والحمد لله فضل ونعمه، ربنا يديمها عليا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. على قد ما بنقع على قد ما بنقوم، الحمد لله اكيد ربنا ساترنا ونعم علينا. هنا كمان كان عندي فرخة قسمتها 98 حتة. حتى يقول لي اشمعنى الرقم، نعرفش هو جه في دماغي. المهم، عايزه اقول لكم ان ابسط حاجه في الاكل اقسم بالله الملح الفلفل وبس، وشويه خل وشويه زيت. والله العظيم يعني انا على اقتناعي ان انتي حطي، لو ما عندكيش عسل، العسل بجد بجد بيخلي الفراخ تحفه، يعني بيخلي اللحمه عامه. فلو ما عندكيش عسل حطي معلقه سكر وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، والله العظيم هتاكلي احلى فراخ. وشويه البصل اللي انتوا شفتوهم اللي هي خلطه الفراخ المشويه العاديه، يعني بصل فلفل ليمون مش عارفه ايه اللي انتوا عارفينه ده. فما تعقديش الدنيا وما تعقديش نفسك، واعملي كل حاجة بسيطة هتطلع حاجة تحفة وزي الفل والله العظيم. وزي ما قلت لكم ان انا الفرخة عاملاها 99 98، عشان انا قلت 98، ايوه مخليهاش 99. برجليها بقى برقبتها بكل حاجة كده زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. الرضا حلو قوي قوي، وحياة ربنا الرضا جميل جميل. ربنا يديمها عليكم نعمة ورضا وسعادة وفرح وكل الحاجات الحلوة، ويخليكم لبيوتكم واهلكم كل حاجة حلوة في الدنيا. هنا زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين بقى هركنها بس شوية على جنب، انا ركنتها تقريبا ساعة يعني. واللبن بقى كان هيغلي، احط السكر، انا حطيت السكر تقريبا. السكر بقى حسب الرغبه، شوفي انت بقى سكرك قد ايه حطي ودوق، انا ما بحبش مسكر. والرز كمان كان استوى، حط كده وشقلب وقلب. الله عليك يا عم بخ، الله عليك يا عم بخ. هنا زي ما انتم شايفين بقى حطيت الرز عادي يعني، واحط نشا وكريم شانتيه وهقلبهم على بعض وكالعاده يا ساتر. ما بحبش اغير في اكل كتير بصراحه، يعني احب حاجات معينه كده وبتطلع احسن حاجه. وجبت شويه ميه، عارفين الكوبايه الالمونيا دي بتاعت فرحي؟ اه والله جبت واحده تانية بس شكلها حلو بقى، عارفين بتاعت زمان الكبيره الضخمه دي؟ هبوريها لكم بقى في مشتريات رمضان يا ولاد، كل سنه وانتم طيبين. حاجه رمضان ده قرطاس بس ما فيهوش لب، والله العظيم ده في كريم شانتيه كنت جايبه ب10 جنيه كريم شانتيه. ده سوا في قرطاس عادي يعني، احلى حاجه القرطاس والله العظيم. عادي مفيش مشكله يعني. فواحده ما تقوليش جايبه في ورقه، في ورقه عادي يعني، الورقه مسممه. توكلوا على الله. احنا كنا الاول بنجيب كل حاجه من الدكان في ورقه، والله شويه ملح، حتى اللب والكراميلا والحاجات دي والله كنا بنشتريها من الدكان في ورقه. هنا زي ما انتم شايفين بقى قلبت 3 معالق نشا، وحطيت اللي هم ب10 جنيه كريم شانتيه، واحطهم على الرز كده وقلب بقى. دي اللي هي الفانيليا السايبه، عايزه تحط بقى فانيليا سايبه، عايزه تحط فانيليا ورق براحتك بقى. هنا زي ما انتم شايفين بس الله ينزع علينا، او كان نفسي اعمل كيكه بس الفرن بتاعي ما اعرفش مكتوم، مش راضي يطلع نار ومضايقني جدا جدا جدا. الله المستعان. حاولت ان انا اسلكه بس مش عارفه، عايزه حد اشوفه كده، مش عارفه مين اجيبه يسلكه.
هنا زي ما انت دخلتكوا ليه في مش عارفه الخطوط دخلت على بعضها، بس مش مهم، عدوها عديها اختي انت وهي، عديها حبيبتي. يلا اختي انت وهي تعالي كده، بدل ما نقول كلام تاني نخلينا في اللي احنا فيه. هنا زي ما انتم شايفين بقى اقعد اقلب كده لحد ما النشا والحاجه تستوى. يعني لازم الحاجه، يعني لازم اللبن في النشا في كله يغلي علشان النشا والكريم شانتيه يكون طعمهم مستوي. يعني او كمان اللبن لما بيغلي في الرز بياخد كمان من شويه من النشا بتاعه، وانا حاطه الرز بالنشا بتاعه على اللبن، وكلي احلى رز بقى. هنا كانت رهوفتي الاموره جت من المدرسه بقى وقعدت معايا كده نرظف بعض، بمعنى اصح يعني احنا هنرظف بعض يا جماعه، مش هقول لكم نحب في بعض هنا عشان يلا الحمد لله. ربنا يبارك فيهم ويدوم جميل. خلصنا والحمد لله، اللهم لك الحمد، عبناهم. يلا بقى نخش على الكشري بتاعنا. الله عليك، هنعمل كشري بطريقه يا ولاد او ام طارق عادي ايا كان. هنا جبنا الحله بتاعتنا وبصلايه حلوه كده مزقلطه، وهنقطعها على ايدينا هتتك بتتك كده، وشقلب وقلب يلا اي حاجه منك زي الفل. وكمان عملت نص راس توم كده وهعملها كمان على البصله. انت بتعمليه كده ما بتعملوش كده، لكن مطلق الحر. انا بقى بعمله كده، انا بحبه كده. انت بقى بتحبي البصل ما تحبوش بصل، بس البصل بيتقل التقليه يعني. وبعدين احنا عاملين كميه، فلازما اي حاجه تقل الكميه. تعرفين الطماطم بكام يا ولاد؟ الله العظيم ما اعرف هي هبله ولا مجنونه الله. فين ايام العدايات بقى والتخزين؟ يلا ربنا يرخي قوت المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين، وارزقنا وارزقكم من حيث لا تحتسبون. خلاص بقى عايزه اقول لكم ان الايام جايه هتعدي والله العظيم. عايزه اقول لكم ان في جروبات نزلت حاجه رمضان، والله العظيم على الفيسبوك عندي انا في حاجات نزلت جروبات، يعني نزلت شغل رمضان اللي هو بقى الكوشنات والرنر والحاجات دي. فكل سنة وانتم طيبين. عايزين بقى نجدد اي حاجة كده، انا بحب اجدد اي حاجة على رمضان. ولو عندك بقى مشتريات كده، واللي ما عملش حصالة فاتوا نص عمره. اللي ما عملش حصالة رمضان فاتوا نص عمره. ايا كان بقى حصالة رمضان، ايا كان انت بتحوشي، شوفي لك علبة كده حط فيها كل يوم 10 جنيه 5 جنيه، يا رب يفض معاكي 2 جنيه حطيهم. مفيش حاجه ما بتنفعش بقى. وراح هاتلك اي حاجه ان شاء الله، طقم شيك كده في رمضان تحطيه كل يوم، طبقين حلوين تاكلوا فيهم، تغرفوا كل واحد ياخد له طبق. لو انتوا عيله طبق عشاء كبير. المهم تعملي اي حاجه، يعني اي حاجه تفرحك، اي حاجه تخرجك عن المود الحياه، اي حاجه وانت واقفه كده ما تغسليها تحسي بفرحه. والله العظيم اي حاجه بتفرق مع البني ادمين. احنا شايفين الحاجة 24 ساعة فبنحس ان احنا زهقنا. احنا مش زهقنا من حاجتنا، بس انت عندك رتم حياة طول كل يوم شبه ما هو، بتنضفيه وبيرجع يتوسخ تاني. فالله المستعان. حطيت العدس زي ما انتوا شفتوا كده، اللي انا كنت الاول نقيته وحطيته في ميه، حطيته على النار وحطيت عليه شويه كمون وسبته يغلي غلوتين، لان انا هحطه على الرز. وهنا بقى انا هستفاد من بصل الرز كده كده. انت هتقولي ما عملتش الصلصه بالبصل بتاع بالزيت بتاع البصل ليه؟ ما انا كده كده اصلا حاطه بصل في التقليه يعني وتوم، مش مشكله. اخد بقى شويه الزيت دول كده اطبخ بهم الرز واحطهم على المكرونه تفلفل. انا قطعت البصل، انا بقطع البصل على ايدي والله وبيطلع ناشف وزي الفل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو انت اكيد عارفين ايد مين دي، وطلع مين اللي طلعت هتكسر لي الادراج بتاع المطبخ. خلاص بقى كبرت، وبقول لها بنت هتكسر لي الادراج بتاع المطبخ، مفيش فايده. عاملاهم سلي، شوفوا قاعده مستربعه ازاي. انا شايفه صوابع رجليكي رهف. هنا زي ما انتم شايفين بقى طلع البصل، وزي ما قلت لكم عايزه تاكله بتقعد تاكله كده بيقرقش يعني. هو اول ما يطلع كده تحسي ان هو طري، لا بس بيقرمش وبيبقى زي الفل. هنا زي ما انتم شايفين خدت شويه الزيت للرز، والباقي هحطه على المكرونه. انا هحط برضو ميه المكرونه، هي كنت بعبي البتاع اللي هسلق فيها المكرونه يعني وكده، وهحط فيها وما المكرونه تطلع يعني هحطها عليها، هصفي المكرونه واحط عليها الزيت. معرفش انا متلوها ليه في يا جدعان. المهم صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. واحنا كنا هنا مشغلين مسلسل رمضان كريم. انتي الناس كتير تقولي انتي قديمه قوي يا نور. ما قديمه يا حبايبي، ايه المشكله ما اكون قديمه ولا جديده يعني؟ دي مزاج، دي هوايه، دي حب الحاجه. انا اي حاجه بتسعدني بعمل، اي حاجه بتريح نفسيتي بعملها عادي. يعني انا من الناس اللي بحب الحاجات القديمه، ما بحبش الحاجات الجديد. لكن مطلق الحريه، اتفرجي على الجديد، اتفرجي على الاجنبي، اتفرجي على التركي. صح انا بشغل على التلفزيون اللي ممكن اشغل الهندي. انا من الناس اللي بحب اتفرج على التلفزيون. يمكن ناس كتير قوي ما عادش بشغل التلفزيون، انا من الناس اللي بحب التلفزيون.
يا سلام عليك يا عم بخ. هنا بقى الشعريه اتحمرت، حطيت الرز، حطيت العدس بعد ما سلقته 3/4 سوا كده، وبعدين بقى قلبتهم في بعض، حطيت كمون وشويه ملح وكزبره، وقلبي بقى الرز كده وشم الريحه. الله 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 الله. هنا بقى سيبه يستوي كده، وبعدين نقله على العين الصغيره يتردد، والميه المكرونه هي انا هحط عليها ملح بس، والزيت هحط زيت انا هحط ملح بس عشان لما تغلي. وسلق المكرونه عادي، يعني احنا كلنا بنسلق المكرونه، ده ما فيش فيها مشكله. او سلقت المكرونه وصفيتها وحطيتها في الحله، وحطيت عليها الزيت اللي هو بتاع البصل. عايزه اقول لكم ان هي كانت مفلفله وزي الفل، هتاكليها هتلاقي طعم البصل فيها برضه. هنا بقى جبت راس توم كده، وهنعمل اللي هي الدقه بالخل والثوم يعني. بس انا عملتها على النار، عايزه تعمليها على البارد براحتك، عايزه تعمليها على السخن براحتك، ولكن مطلق الحريه. حاسه ان انا طولت قوي يا ولاد، ما تزهقوش، ما تنسوش اختكم بس تحطوا لها لايك، كلمه طيبه كده تترد لكم بالمثل. والناس اللي عماله بس تتفرج كده وتقول كلام وتعمل قعدات اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. اقسم بالله العلي العظيم انا مش مسامحه اي حد قال عليا كلمه، قعد عليا قعده، قال عليا كلام، والله العظيم خصمكم ليوم الدين، ان ربنا هيجيب لي حقي فيكم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. الله المستعان. هنا زي ما انتم شايفين بقى، انا مش بحمر التوم، يا دوبك بس بتشوح ريحتها بتطلع. حطيت الخل، ربع كوبايه خل، حطيت كمون وكزبره وملح، وحطيت هحط ميه بس كده. هشيلها بقى احطها في اي حاجه واركنها بقى على جنب. ظبطت بس الملح بتاعي، انا ما كنتش هعمل شطه يعني، انا عملت شطه في اخر لحظه على فكره. هنا زي ما انتم شايفين الرز. الله عليك يا عم، شلت بقى الحلل كلها وغسلت البوتاجاز واكننا ما طبخناش عليه. وهنا الدقه هي، ودي المكرونه ما شاء الله اللهم بارك، والصلصه بتاعتنا تسلم ايديكي بيتشي نوره، والله مره عسل عسل عسل. ودون الدقه، ودي البصل اهون. تعالوا بقى نغرب بقى شويه كده، في مجموعه كلت وكنا مستنين مجموعه تانية. هنا زي ما انتم شايفين بقى غرفت في الطبق الكبير دون اهو. استنوا جايلكم. هنا بقى غرفت الرز وعليه المكرونه، ودي الصلصه، ودي الدقه، دي الشطه وفراخ والدقه ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى اكون عند حسن ظنكم. استنوني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.